شاب مصري دخل أصعب مجال وهو مجال تعديل العربيات، بسببه بقى مليونير وهو عنده 30 سنة بس. أصله زبونه مش أي حد، وأبوه اللي كان شايف شغله لعب عيال بقى فخور بيه وماشي يقول للكل ده ابني. يا ترى مين هو محمد عثمان أو بابا المجال زي ما بيتقال عليه؟ محمد محمود عثمان شاب مصري قدر يعمل مشروع ويكبر وينجح علشان يبقى واحد من أهم وأصغر رجال الأعمال في مصر اللي بدأوا رحلتهم من بدري. قدر في سن صغير يدخل مجال تعديل العربيات، يعني ياخد منك العربية يغير في القطع بتاعتها ويحول لك شكلها تماما. مش أي حد بيعمل كده في عربيته إلا لو واحد رايق ومعاه فلوس حلوة وعنده استعداد يدفع علشان يركب. مفيش زي عربيته اتنين. ومن هنا بقى محمد عثمان اكتشف إن تعديل العربيات مربح جدا، فبدأها من زمان ودلوقتي معاه فريق كبير من الشباب بيشتغلوا كلهم في تعديل العربيات، وبيجيله ناس من كل مصر بعربيات غالية علشان يعدلوا عربياتهم. محمد قال في لقاء لي: أنا حبي للعربيات كانت جينات بالنسبة لي، بابايا كان مستورد لقطع الغيار وأنا حبيت العربيات وحبيت أتعلم حاجة جديدة وهي تعديلات على العربيات، بس رفضت أشتغل مع والدي رغم إنه كان شايف إن الشغل في قطع الغيار مهم جدا وبيكسب ومستحيل يبطل، لأن مفيش عربية مش هتحتاج تتغير في قطع غيارها. بس محمد كان ليه رأي مختلف وكان شايف ان الشغل في تعديلات قطع الغيار اهم بكتير، وانه في فئة كبيرة بتحب تعدل عربياتها وتعدل اجزاء منها علشان توصل للشكل اللي يرضيها ويرضي ذوقها. قالت: خرجت من الجامعة وشقيت طريقي من الصفر، بدأت بحوالي 30,000 جنيه في 2006 ولقيت محل ايجاره بحوالي 800 جنيه واجرت ووضبت المكان وبدأت اشتري بضاعة من السوق وفرشته عادي. بعد ما بدأت وفتح المكان اتصدم بان مفيش اي زباين، وكمان اتسرقت البضاعة بعد 20 يوم من الافتتاح. قعد في فترة كبيرة في حالة نفسية وحشة، وساعتها كان أسهل حاجة قدامه إنه يرمي حلمه ورا ظهره ويرجع لأبوه من تاني ويطلب منه يشغله معاه ويقبض منه. لكن كان بيحاول طول الوقت إنه يعمل حاجة. كان عنده عربية وكان بيحبها جدا، بس اضطر يبيعها علشان يبدأ من جديد. فسأل نفسه: هو أنا هعمل إيه بالفلوس دي؟ قال: أنا قررت أسافر دبي وأجيب شغل من بره وقطع غيار. وصلت هناك فعلا واشتريت قطع مميزة وجديدة، خصوصا السوق بتاع الإمارات مختلف ومفتوح أكتر في مجال التعديلات، ونزلت بيها مصر. كان داخل مطار دبي ومعاه 17 كرتون، واصر انه يركب الحاجات دي كلها الطياره ودفع رقم كبير قوي علشان يشحنها، ونزل مطار القاهره بكل الكراتين دي. وبعد محاولات كبيره قدر يدخل البلد بالبضاعه علشان يفرش البضاعه الجديده، وقال: انا عملت جروب على الفيسبوك وعرضت كل حاجه عندي، لما كسبت فلوس ما قربتش منها خالص، وقررت اسافر تاني واجيب بضاعه جديده، وكنت بهتم اني اجيب حاجات مختلفه وجديده. بعدها رحت الصين كمان وبدات اشوف المنتجات هناك. محمد عثمان كان بيروح معارض في الصين وبيشتري بضاعة من هناك من سنين، لكنه كان بيركز على كماليات العربيات. ودلوقتي عنده صفحة على فيسبوك عليها ملايين من المتابعين، واللي بدأ يحكي لهم قصة نجاحه وازاي قام بعد ما وقع وما يئسش. في النهاية بقولوا لي ايه رأيكم في محمد عثمان، وتفتكروا ايه سر نجاحه؟